شوف، لو عندك مشكله في حياتك ومش عارف تحلها ازاي، ممكن تكلم الكابتن معتمد جمال وهو هيحلها لك. بسم الله توكلنا على الله. حلقه مباراه فوز الزمالك امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي 2-1 في الجوله السادسه من كاس الكونفدراليه الافريقيه، وضمان صعود الزمالك كمركز اول عن المجموعه يليه النادي المصري البورسعيدي. شوف، الزمالك مع الكابتن معتمد جمال اهم حاجه حققها الكابتن معتمد جمال السنه دي اعتقد انه رجع الشغف لكل جمهور الزمالك. جمهور الزمالك اللي كان بيعاني من اول الموسم لحد كأس الأمم الأفريقية بكل الأخبار السيئة والأخبار الحزينة اللي تخلي أي شخص مهتم بكرة القدم جوه نادي الزمالك يركز أحسن في حياته، لأن هي مش ناقصة نكد ومش ناقصة غم أكتر من اللي أنت فيه أصلا في حياتك. فكانت الناس وكان جمهور الزمالك بدأ يفقد شغفه تجاه نادي الزمالك وتجاه مباريات نادي الزمالك، إلى أن جاء الكابتن معتمد جمال وتحس إن في روح جديدة بقت موجودة عند نادي الزمالك. لا، وكمان تحس ان انت بقيت متعلق اكتر بماتشات الزمالك، تحس ان في حاله غريبه جدا جوه نادي الزمالك بتحصل، ان الناس مصدقه نفسها، اللعيبه مصدقه نفسها، الجمهور مصدق نفسه. يعني زي ما الكابتن عبد الناصر محمد مدير الكره في نادي الزمالك طلع بعد ماتش سموحه وقال جمهور الزمالك اللي في المدرجات بيتعب اكتر من اللعيبه في الملعب. فدي حقيقه، جمهور الزمالك عامل ملحمه الموسم ده. وبالمناسبه قبل ما نتكلم عن الماتش واللي حصل في الماتش، فعايز اقول لك لو الزمالك حقق كأس الكونفدرالية الأفريقية السنة دي، فده هيبقى أغلى لقب أفريقي حققه الزمالك أعتقد طول تاريخه، أغلى من أي لقب حققه الزمالك قبل كده. ولو حقق الزمالك لقب الدوري المصري للمرة ال15 في تاريخه، فده هيبقى أغلى لقب دوري يحققه نادي الزمالك على مدار تاريخه. لو حقق الزمالك كأس مصر هذا الموسم، فده هيبقى أغلى لقب كأس مصر يحققه الزمالك على مدار تاريخه. والأسباب طبعا زي ما أنت عارف، زي كل المشاكل اللي عايشها الزمالك من أول الموسم، إيقافات قيد، لعيبة بتبيعك وبتخونك وتسيبك، مجالس إدارة خاينة بتعدي على نادي الزمالك على مدار تاريخه، وحاجات وحاجات وحاجات. فكل حاجة مهيئة ان ده يبقى موسم كارثي على نادي الزمالك. الغريب في الموسم ان انت تبقى في شهر فبراير وداخل على شهر مارس وداخل على شهور الحسم في البطولات كلها، ويبقى الزمالك عنده فرصه ان يكسب البطولات كلها. هو ده الغريب في نادي ملوش كتالوج، وهو نادي الزمالك. الزمالك اللي بيبدا المباراه النهارده في حراسه المرمى المهدي سليمان، بعد طبعا ايقاف محمد عواد وايقاف محمد صبحي اللي كان سبب ان انت النهارده لازم تكسب عشان تصعد. طبعا الكره اللي معرفش يمسكها في ماتش كايزر تشيفز في جنوب افريقيا، مباراه الذهاب اللي خلت كايزر تشيفز يتعادل في الدقيقه 84، كانت هي السبب ان الزمالك يدخل ماتش النهارده لازم يكسب عشان خاطر يتأهل، لانه لو كان يتعادل كمان كان خرج. الكابتن محمد عواد اللي المفروض كابتن من كباتن نادي الزمالك، فتستحمل يا عم لما ما تلعبش. مش لازم ان انت هتتخانق مع الناس، مش لازم ان انت تخلق مشكله، مش لازم ان انت تصدر للاعلام ان انت عايز تمشي او لانك بقيت واحد من كباتن نادي الزمالك. فالمفروض كابتن نادي الزمالك ده يستحمل الزمالك، خصوصا في ظروف الزمالك السيئه دي. فانا بصراحه مش متعاطف نهائيا مع الكابتن محمد عواد. يعني انت لو هتسالني رايي، فانا رايي ان الكابتن محمد عواد ليه كريدت كبير جدا في بطولات كتير كان سبب ان نادي الزمالك يحققها في السنين الاخيره، بس برضه هو ياما الكابتن محمد عواد لبسك في جوال، وياما الكابتن محمد عواد كان سبب ان انت تستقبل اهداف كتير. فهو مش الحارس الفلته مثلا اللي انت ممكن تزعل عليه، وما ينفعش تبقى كابتن من كباتن النادي واول تاتش يحصل تعمل كل المشاكل اللي انت عاملها دي. الباك اليمين محمد ابراهيم ناشئ نادي الزمالك، واللعيب ده يا جماعه، يعني انا هقول لك على حاجه من مميزات الكابتن حسام حسن التدريبيه، عينه في اختيار اللعيبه. دي من اكتر الحاجات اللي نجحت الكابتن حسام حسن في مسيرته التدريبيه، خصوصا في بداياته مع النادي المصري البورسعيدي. وجماهير المصري البورسعيدي بالذات اكتر ناس عارفه عين الكابتن حسام حسن في اختيار اللعيبه. فانا شايف ان لو محمد ابراهيم ده فضل بالمستوى اللي احنا شايفينه ده دفاعيا وهجوميا، اعتقد مع عين الكابتن حسام حسن الراجل ده ممكن بسهوله جدا نشوفه موجود في نهائيات كاس العالم مع مصر اللي هتبقى بعد 4 شهور ان شاء الله، خصوصا ان انت في المكان ده اصلا يعتبر ما عندكش حد غير محمد هاني. فالراجل محمد ابراهيم ده لو فضل بالاداء ده ما تستبعدش خالص تشوفه في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله بعد 4 شهور. والباك الشمال ايشو اللي مع الكابتن معتمد جمال شكل مختلف تماما عن ايشو اللي انت شفته من في مع جوميز، او اللي انت شفته مع جروس، او اللي انت شفته السنه اللي فاتت. هو ده اللي بيخليني اشكر لك دايما في الكابتن معتمد جمال، لان الراجل ده فعلا عامل حاله وعامل اداء وشكل رائع جدا 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 جوه نادي الزمالك. وخلي بالك ان الزمالك كمان فريق بقى صعب اختراقه. يعني انت شوف ماتشات الزمالك الاخيره، بدايه من ماتش بتروجيت، مرورا سيبك من ماتش كهرباء الاسماعيليه لان كان في بعض المشاكل الدفاعيه، مش هضحك عليك، ولكن لما تعدي على ماتش كايزر تشيفز، لما تتفرج حتى على ماتش زيسكو اللي الزمالك خسروا في الكونفدراليه، لما تشوف ماتش سموحه الاخير، الزمالك بقى فريق صعب اختراقه. الزمالك بقى عنده منظومه دفاعيه معتمده على جوده المنظومه مش جوده افراد، وده يحسب للكابتن معتمد جمال ان اللعيبه كلها معاه ظهرت بافضل نسخه منها.
قلبين دفاع محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد اللي بقوا مثبتين نفسهم في المكان ده. الونش اللي بيفكرك بالونش قبل الاصابه، ونش 2020 ونش 2019. لاقي كمان عليه شاره الكابتنه بصراحه. يعني انا حاسس وانا بتفرج على الزمالك ان انا شايف كابتن في الملعب. يعني محمود حمدي الونش شاره الكابتنه لايقه عليه، تحس ان في كابتن شايل هم النادي ده موجود في الملعب. حسام عبد المجيد اللي برضو مع الكابتن معتمد جمال، افضل اداء لحسام عبد المجيد منذ بدايه الموسم كان مع الكابتن معتمد جمال. وخلي بالك ان الزمالك بيكسب والعجله شغاله وانت غايب عنك لعيبه كتير جدا. غايب عنك محمود بن تايج، غايب عنك احمد فتوح، غايب عنك زي ما بقول لك صبحي وعواد، بيغيب عنك عبد الله السعيد في اوقات كتير، غايب عنك ادم كايد بقاله ماتشين اللي بعد ما بقى بيقدم واحده من افضل مستوياته مع نادي الزمالك اتصاب فبيغيب عنك. الراجل معتمد جمال ده هو السبب ان انت مش حاسس بالغيابات دي لحد دلوقتي. مركز 6 محمد اسماعيل، انا ليا راي في وجود محمد اسماعيل في مركز 6. محمد اسماعيل موهبه، واحد من اهم لعيبه الزمالك الموسم ده، محدش يقدر ينكر ده. بس انا بشوف محمد اسماعيل كقلب دفاع افضل بكتير من وهو موجود في مركز 6. واشوف ان الزمالك ومحمد اسماعيل موجود مركز 6 بيبقى عنده فراغ كبير في الحته دي، لان محمد اسماعيل هي مش بتاعته. دي وجهه نظري بصراحه. محمد شحاته، عايز اقف عند محمد شحاته برده شويه واتكلم عن محمد شحاته. محمد شحاته يا جماعه هو المفروض يعني لعيب موهبه، لعيب بيثق فيه كل جمهور الزمالك من قبل ما يلعب اصلا. من وقت اعلان انضمام محمد شحاته لنادي الزمالك الجمهور كله واثق في محمد شحاته، بدليل ان هو ما خدش وقت حتى عشان يبقى اساسي في تشكيله نادي الزمالك او يروح للمنتخب. فدي حاجه طبعا تبين قد ايه انت عندك لعيب كبير في خط النص. ولكن من بعد العوده من كاس الامم الافريقيه اللي كانت في المغرب، حاسس ان محمد شحاته عنده حته تكبر على الكوره. مش هو ده محمد شحاته، عنده حته كده غرور وهو بيلعب الكوره. اتمنى يرجع محمد شحاته زي ما كان قبل كاس الامم الافريقيه وقبل الاصابه، لان محمد شحاته المفروض من اللعيبه اللي نادي الزمالك بيبني مشروعهم عليها للي جاي، طبعا نظرا لصغر سنه والموهبته. بيلعب اخوان بتزيرة في مركز 10. اخوان بتزيرة اللي في مركز 10 كابتن معتمد جمال هيخليك تشوف افضل نسخه من اخوان بتزيرة، ووارد نهايه الموسم تلاقي اخوان بتزيرة ده مرشح كافضل لاعب داخل قاره افريقيا، وارد جدا. الراجل ده من ماتش سموحه مرورا بماتش النهارده قدام كايزر تشيفز باين الفرق. باين الراجل لما بيستلم الكوره ورايح بوشه للملعب والمدافع بظهره غير خالص لما كان بيستلم الكوره هو على الطرف ولسه في ظهره وهيعمل الريتيرن ويلف والدفاعات ماسكاه 2 مدافعين فمش واخد راحته. لا باين كمان في دخوله منطقه ال 18 الاوفر اللي لعبه له اللاعب الكبير قوي ناصر منسي وقطع على القريبه ولعبها بدماغه. فباين اول فرق، باين ان ده شغل مدير فني. الراجل مش شغال كده، الراجل مش شغال برقاوه. يعني على اليمين عدي الدباغ اللي ثنائيه عدي الدباغ وناصر منسي ثنائيه بتشارك تقريبا في كل اهداف الزمالك مؤخرا. حتى لو ده ما سجلش او ده ما سجلش هم هيبقى لهم دور في الهجمه. يعني النهارده جون الزمالك الاول قدام كايزر تشيفز بتاع اخوان بتزيرة اللي لعب الكوره عدي الدباغ نزل استلم لعبها على طول وان تاتش لناصر منسي اللي بيرفع الاوفر لاخوان بتزيرة. جون بتروجيت الاول بتاع عدي الدباغ ناصر منسي هو اللي نزل وان تاتش لعبها اللي عدي دخل سجل الهدف. فده برضه شغل مدير فني مع لعيبه قدر المدير الفني ده يطلع افضل حاجه عندهم. على الشمال احمد شريف، لسه الزمالك عنده مشكله في الوينج الشمال سواء في مشاركه احمد شريف او تشيكو بنزا، تحت مهاجم وحيد ناصر منسي. وناصر منسي يا جماعه يعني قليلا من الانصاف للراجل ده خصوصا من جمهور الزمالك. الراجل ده بيقدم مستويات مع نادي الزمالك كبيره قوي. الراجل ده من اكتر الناس المجتهده اللي انت لو في اي مجال ايا كان مجالك عايز تجتهد في المجال ده عشان توصل لحاجه ممكن تاخد الراجل ده قدوه ليك ان انت توصل ازاي. راجل مجتهد، راجل الجمهور بيغلط فيه ما بيردش، الجمهور بيقعد يشجعه ما بيتغرش، ما بتسمعلوش مشكله، ما بتسمعلوش خناقه. الراجل يعني اول الموسم الناس طلبت ان هو يمشي ما كانش بيتكلم، حتى ما كانش عنده مشكله ان هو لو هيمشي بس مش هيغلط في نادي الزمالك. لكن لما خد الفرصه دايما يثبت ان هو قد الفرصه دي. وواحده من اهم الثلاث نقاط اللي حققها الزمالك الموسم ده كانت قدام سموحه في الماتش اللي فات، اتحلت اصلا بهدف ناصر منسي اللي كان في الدقيقه 79. المباراه بتبدا الشوط الاول لعيبه الزمالك باين عليها التوتر وباين عليها ان هي يعني ايه خايفه برضو ايه تندفع قوي في الهجوم لا تلبس جول، خايفه قوي اللعيبه عايزه اللي هو تضمن الكره جوه الشبكه. ده كان مؤثر على شكل الزمالك خلال احداث الشوط الاول، ان الزمالك ما خلقش فرص كتيره في الشوط الاول باستثناء بس ممكن الكره اللي شاطها ناصر منسي وكانت بعيده عن المرمى، الفاول اللي رفعه محمد شحاته لعدي الدباغ وعدي الدباغ بدماغه لعبها ولكن بعيده عن المرمى. بس على قد ما انت شكلك الهجومي في الشوط الاول ما كانش هو افضل شيء، على قد ما انت كنت واقف براحتك في الملعب، واقف صح، اللعيبه متمركزه صح. صعب جدا تخترق دفاعات نادي الزمالك لان زي ما قلت لك في اول الحلقه
دفاع منظومه، فدفاع المنظومه كان باين جدا على لعيبه نادي الزمالك. لعيبه كايزر تشيفز تقريبا ما راحتش عليك في الشوط الاول غير بالكره اللي اتشاطت من بعيد جدا، كانت من فاول والتصدى لها المهدي سليمان. فعلى قد ما انت في بعض المشاكل في الشوط الاول في خلق هجماتك، في ان انت ازاي تهاجم فرقه كايزر تشيفز، على قد ما انت صعب اختراق. بتبدا الشوط الثاني برضو لعيبه الزمالك ماسكه الكره، بس لسه ما فيش الخطوره اللي تذكر، الى ان قرر عدي الدباغ وناصر منسي واخوان بتزيرة يعملوا سويتش مراكز. السويتش المراكز ده انت ما تعرفش حصل ازاي، بس السويتش المراكز ده حصل بسبب ان في مدير فني على الخط مدرب اللعيبه على حاجه. لما تلاقي في كره هدف اخوان بتزيرة هو اللي بيبقى مهاجم، وناصر منسي هو اللي بيتحول وينج يمين، وعطيه الدباغ هو اللي بيتحول صانع العاب، تعرف ان في شغل مدير فني موجود على الخط، مش واحد واقف كده خلاص بيتفرج على ماتش زيه زيك وزيه زيي، لا، في مدير فني موجود على الخط. انت على الورق عطيه الدباغ هو اللي المفروض يمين، وناصر هو المهاجم، وتحتيهم اخوان بتزيرة. في كره الهدف تحول عدي لصانع الالعاب، اخوان بتزيرة للمهاجم، وناصر منسي للوينج اليمين. وزي ما شرحت لك جول شبيه بجول عدي قدام سموحه، الوان تاتش اللي من عدي لناصر او من ناصر لعدي. ناصر بيرفع رفعه معلم، رفعه لعيب كبير قوي، وحتى طول الكوره عشان اخوان بتزيرة يعني قصير شويه، فالكوره رايحه على دماغ اخوان بتزيرة بالمسطره، ويحسب لاخوان بتزيرة القطمه اللي قطمها عشان يدخل يسجل الهدف الاول لنادي الزمالك. وبعد الهدف ده بينزل عبد الله السعيد، بينزل شيكو بنزا، بيخرج احمد شريف، وبيخرج محمد اسماعيل عشان يبقى موجود محمد شحاته في المركز 6 بدلا من محمد اسماعيل. شيكو بنزا يبقى شمال، وعبد الله السعيد ينزل مكان محمد شحاته كمركز 8 موجود في نادي الزمالك. وشوف ذكاء الكابتن معتمد جمال في استخدامه لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد اللي مع الكابتن معتمد جمال بينزل كبديل في الشوط الثاني، لمسته للكوره واضحه جدا انها امتع بكتير عن ما بدا عبد الله السعيد الموسم. ليه؟ لان الراجل بدنيا بقى مرتاح، الراجل بدنيا بياخد الوقت اللي هو مستحق اللي هو هيقدر يأدي فيه، الراجل بدنيا بينزل وهو اعلى كفورم بدني من لعيبه الخصم، الراجل حتى في الملعب وموجود في المكان المناسب للياقته البدنيه حاليا، فالراجل بينزل يقدم لك افضل اشكال ممكن تشوفها من عبد الله السعيد مع نادي الزمالك، عكس ما بدات الموسم مع المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين في اول الموسم اللي كانوا بيهلكوا الراجل جدا، لدرجه ان انت كنت ساعات كتير بتشوف ان مشكله الزمالك اساسها ان عبد الله السعيد موجود في الملعب. شوف عبد الله السعيد مع الكابتن معتمد جمال في 20 30 دقيقه بينزل، لا بيعمل حاجات كتير قوي، وبيقدر يساعدك انك تنقل الهجمه بشكل سريع جدا لفرقه الزمالك. والنهارده بيسجل هدف تاني من على افضل ما يكون جول من احلى اجوان الزمالك الموسم ده. محمد السيد هو كمان لما نزل، فمحمد السيد ماتش زي النهارده يخليك تشوف ان محمد السيد ده لعيب كبير قوي، بس هل هيقدر محمد السيد يبني على ده ونفضل نشوف مستواه على طول في ارتفاع، ولا هنلاقي محمد السيد مثلا الماتش الجاي يعني مش ده محمد السيد، وهنشوف ونرجع تاني نقول طب هو ليه محمد السيد واخد الضجه الكبيره قوي اللي عليه، وان هو واحد من اهم المواهب الصاعده في مصر. اتمنى محمد السيد يبني على ماتش زي بتاع النهارده ده باللي احنا شفناه منه النهارده ده، انه ازاي كان بيعرف يقف على الكوره لما عايز يهدي اللعب بعد ما فرقه كايزر تشيفز بتسجل الهدف الاول، او السرور العالمي اللي نظره لعيب كبير قوي وهو رايح ماشي بالكره ناحيه الشمال، وعشان خاطر عين اللعيب حلوه وباين قوي ان هو لعيب كبير بس محتاج شويه تركيز، في لحظه يرقص كل الناس ويرقص حتى المتفرجين، يلعبها على اليمين لعبد الله السعيد اللي بيسجل واحده من افضل واجمل اهداف الزمالك هذا الموسم. وان ازاي الكابتن معتمد جمال قادر يطلع من كل لعيب افضل ما عنده، وان انت حتى في عز الغيابات لا الزمالك فيه ما تحسش ان في غيابات، وحتى وانت سكوادك مش واحد مش من اقوى، حتى اقوى 3 سكوادات مثلا في مصر، بس تحس لا ان فرقه الزمالك دي فرقه كبيره. كل ده يرجع للكابتن معتمد جمال. ولو الزمالك حقق حاجه السنه دي فمش هيبقى نجاح تجربه جون ادوارد قد ما هيبقى نجاح تجربه الكابتن معتمد جمال، اللي يا جماعه يا ريت بقى نبتدي ندي الناس اللي تستحق فرصه. الناس اللي تستحق فرصه لما بتاخد فرصتها بيبان اللي عامله الكابتن معتمد جمال مع نادي الزمالك، بيبان اللي عامله واحد زي محمد ابراهيم كباك يمين في شكل نادي الزمالك، وان هو ازاي قدر يظهر نفسه كواحد من افضل الباكات اليمين اللي جايه في مصر. بعد الهدف مثلا بدقيقتين لعيبه كايزر تشيفز من كورنر بيترفع خطا في التمركز من شيكو بنزا كالعاده. شيكو بنزا برضو اللي نزل، يعني انت مش هتلاقي كلام عن شيكو بنزا، لعيب بيتحرك كتير جدا، بيستلم الكره كتير جدا يعني، وبينقلك للهجوم كتير جدا، بس دايما قراراته غلط، متمركز غلط. لعيب كايزر تشيفز
بيحط دماغه بيسجل الهدف الاول لكايزر تشيفز. بعد الهدف ده كان الطبيعي ان فرقه كايزر تشيفز تمسك الكره عليك، فرقه كايزر تشيفز في اخر مثلا ربع ساعه من احداث المباراه مسكت شويه الكره على نادي الزمالك، بس مفيش خطوره انت ممكن تتكلم عليها. ما صنعوش عليك الحاجه اللي انت ممكن تقول الفرقه دي كانت ماسكه الزمالك بقى في اخر ربع ساعه زنقك في ال 18 بتاعك وعمال تضيع كور، او ان انت صعدت بالحظ. ده ما حصلش، لان في منظومه دفاعيه قويه جدا لنادي الزمالك اسسها الكابتن معتمد جمال، معتمد على جوده المنظومه مش جوده افراد. اي اتنين موجودين في قلوب دفاع نادي الزمالك، اي باك يمين وباك شمال ومركز 6 موجود في نادي الزمالك، هيأدي بافضل شكل ممكن ان الكابتن معتمد جمال مقوي المنظومه بتاعته الدفاعيه. ده اللي كان عامله جوزفالدو فيريرا في موسم 2022 لما جه برده جاب الدوري لنادي الزمالك. كان الزمالك مبني على قوه منظومه دفاعيه قدرت انها في الاخر تحقق الدوري، لان انا مثلا معترف بصراحه ان اللي بيحقق الدوري في الاخر هو اللي عنده منظومه دفاعيه قويه، مش اللي عنده منظومه هجوميه قويه. الحكم بيحسب 6 دقايق وقت بدل ضايع، بينزل سيف الدين الجزيري اللي بخبرته قادر يقف على الكوره، قادر يخليك تاخد فاول مثلا، قادر ينقل لك اللعب، قادر سرعاته ان هو يبني هجمه للنادي الزمالك من لا شيء. وعجبني حاجه في سيف الجزيري السنه دي بصراحه لازم اقولها في حق الراجل ده حتى لو ما بيسجلش كتير، بس الراجل ده السنه دي من قبل ما الموسم يبدا الناس كانت عايزاه ما يقعدش في نادي الزمالك، الناس كانت عايزاه يمشي. الراجل ده ما عملش مشاكل تقريبا مع حد، الراجل ده بتقول له اطلع بره القايمه ما بيعملش مشكله، عكس الكابتن محمد عواد بتقول له اقعد احتياطي ما بيعملش مشكله، عكس الكابتن محمد عواد بتقول له انزل بينزل وبيأدي في اوقات كتير، زي ما شفنا جونه في ماتش زيسكو وجونه في ماتش كايزر تشيفز. جولين كانوا من افضل ما يكون، كانوا اداء الزمالك في الماتشين دول ما كانش افضل شيء، ولكن كان نجم الزمالك في الماتشين هو سيف الدين الجزيري. فتحيه لسيف الدين الجزيري اللي هو كمان يعتبر دلوقتي واحد من كباتن نادي الزمالك، فمقدر الوضع جدا، مقدر الظروف اللي فيها نادي الزمالك، فمش عايز يبقى هو سبب يزود من مشاكل نادي الزمالك، عكس ما ناس ثانيه المفروض انها ولاد النادي خدت من النادي كتير قوي، وفي ناس حواليهم كمان بسبب نادي الزمالك استفادوا من نادي الزمالك ان هم يظهروا مثلا كمذيعين في راديو نادي الزمالك او وخدوا فلوس ان هم في وقت من الاوقات كانوا بياخدوا مرتبات مفيش حارس مرمى في تاريخ مصر اخدها، ومع كده اول ما بتقول له اقعد احتياطي بيقعد احتياطي. فشكرا للكابتن سيف الدين الجزيري على تقديره لوضع نادي الزمالك وتقديره لنادي شايله في اصعب ظروفه، وهو كمان شايل نادي الزمالك حاليا. الحكم بيحسب 6 دقايق وقت بدل ضايع، ال6 دقايق بيعدي. لعيبه الزمالك بالخبره وبكل ذكاء ملعب بتقدر انها تقف على الكوره وتمشي الماتش زي ما هي عايزه لحد ما بيصفر الحكم معلنا انتهاء المباراه بفوز نادي الزمالك امام كايزر تشيفز 2-1. وبالفوز ده يضمن الزمالك صعوده عن المجموعه ب 11 نقطه، يليه المصري البورسعيدي اللي صعد بفارق الاهداف عن كايزر تشيفز ب 10 نقاط. الف مبروك لجمهور نادي الزمالك. نادي الزمالك مقدم موسم ممكن يبقى في ظل الظروف اللي النادي فيها، في ظل ايقاف القيد، في ظل اللعيبه ما بتاخدش فلوس، في ظل ان انت 2 من اهم عناصر الفرقه مشوا في يناير وهو ناصر ماهر ودونجا، ولكن نادي الزمالك مقدم مباريات عظيمه جدا 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 منذ نهايه كاس الامم الافريقيه. الفضل الاول في كل ده بعد ربنا طبعا جمهور الزمالك والكابتن معتمد جمال، واذا نجحت تجربه جون ادوارد فهيبقى السبب الرئيسي فيها معتمد جمال. عايز اقول حاجه برضو قبل ما نختم الحلقه، جون ادوارد عايز اشكره لان الراجل ده اتهاجم كتير قوي وناس كتير قوي هاجمته بصراحه على صفقاته وعلى ومع كده الراجل عمره ما طلع يتكلم، عمره ما طلع ينتقد. واديك اهو وانت داخل على شهور الحسم في كل البطولات، الفريق الاساسي تقريبا بتاعك كله من صفقات جون ادوارد، اغلب الصفقات عملت تقريبا ريمونتادا لما ظهر الكابتن معتمد جمال، فبان ان اغلب الصفقات صفقات ناجحه عكس ما كان كل الناس بتتكلم اول الموسم. ولكن مع وجود مدير فني جيد قدر يظهر الصفقات. فاستاذ جون ادوارد اديك شفت ان اساس كل حاجه مدير فني جيد عكس ما كان حاصل اول الموسم. فنادي الزمالك مع الكابتن معتمد جمال من افضل الى افضل. إذا لم تستطيع إدارة نادي الزمالك أن تأتي بمدير فني يليق باسم نادي الزمالك ومدير فني يكون أجنبي، فأفضل خيار أن يستمر الكابتن معتمد جمال في تجربته السنة دي، والسنة الجاية إن شاء الله ياخد هو المعسكر مع الفريق قبل بداية البطولات ويسير هو بفريق نادي الزمالك الله أعلم إلى فين، ما احنا ما نعرفش الغيب طبعا. وعايز أقول حاجة برضو لمجلس إدارة نادي الزمالك، يعني أنتوا غلطتوا في حق نادي الزمالك في حاجات كتير قوي، وانتوا زعلتوا جمهور الزمالك في ملفات كتير قوي، ووعدتوا جمهور الزمالك بحاجات كتير قوي ما عملتوش منها اي حاجه.
بس ربنا وقف معاكم المره دي بان انتوا نور لكم بصيرتكم بتعيين الكابتن معتمد جمال. المركب بدات تمشي اهي، الدنيا بدات تبقى احسن، جمهور الزمالك رجع له شغفه، وهجوم جمهور الزمالك عليكم بدا يقل. فاتمنى اتمنى تعملوا حاجه كويسه لنادي الزمالك. الجمهور اللي دعمكم بكل شكل ممكن، سواء جمهور في الشارع، جمهور على السوشيال ميديا، جمهور في المدرج، او اعضاء النادي، اعضاء الجمعيه العموميه في نادي الزمالك، فاتمنى والدنيا ماشيه حلو كده اعملوا. بس انتوا مش هتعملوا المستحيل، انتوا هتعملوا المطلوب منكم. اللعيبه والجهاز الفني ياخدوا مرتباتهم في موعدهم من غير اي تاخير. يا ريت ما نسمعش عن اي مشكله في نادي الزمالك لحد على الاقل شهر 6 لما الموسم ينتهي. على الاقل شغلكم، اعملوا شغلكم، ما تعملوش المستحيل. مش مطلوب منكم صفقات، مش مطلوب منكم تدخلوا موارد ازاي للنادي، مش مطلوب منكم اي حاجه. بس بعد اذنكم عدوا الاربع شهور دول بالابسط ما يكون، ان انتوا تدوا الناس مرتباتها اول باول عشان يفضل نادي الزمالك ماشي بالشكل ده، وما نسمعش مشاكل عن نادي الزمالك. فعلى الاقل خالص في الاربع شهور الجايه ربنا واقف معاكم والحظ واقف معاكم. جه الكابتن معتمد جمال شال من عليكم حاجات كتير قوي 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 قوي. النهارده مثلا كان لو الزمالك خرج، مش النهارده مثلا، لكن لو الزمالك مثلا الطبيعي اللي سمعناه عن نادي الزمالك في كاس افريقيا، كان نادي الزمالك ده خلاص بقى المفروض وضع كاس الكونفدراليه من بدري، كان زمان الناس زي ما كلها عليكم. المفروض كان نادي الزمالك ده مثلا ترتيبه في الدوري دلوقتي بدل ما هو المركز الثاني ورا سيراميكا يبقى مركز سادس ولا خامس ولا بتاع، كان زمان الناس كلها زي ما عليكم. ولكن القدر رحيم بيكم والناس واقفه معاكم وربنا واقف معاكم. الكابتن معتمد جمال انقذكم من فضيحه كانت هتبقى تاريخيه في تاريخ نادي الزمالك الموسم ده. فيا ريت تعملوا السهل، تعملوا المطلوب منكم. الناس تاخد مرتباتها وقت ما تاخد مرتباتها، حتى لو هتتبرعوا بالمرتبات دي من غير ما تعرفوا الصحافه، عشان كل واحد ياخد الشو من التاني. ويا ريت ما يبقاش في مشاكل نسمعها جوه مجلس اداره نادي الزمالك، عشان الدنيا فعلا جوه نادي الزمالك حاليا حلوه. الشغف رجع للجمهور. انتوا اللي في ايديكم تمشوا المركب. يا كابتن حسين اللي قلت لو المركب فيها خرم هدور والف، يا ريت تمشوا المركب، لان فعلا نادي الزمالك يقدر يحقق حاجه السنه دي. ولو حقق حاجه السنه دي هتبقى اغلى بطوله في تاريخ نادي الزمالك، نظرا لكل الظروف اللي بيلعب فيها لعيبه الزمالك دول، وكل المشاكل اللي بيعاني منها جمهور نادي الزمالك اللي قلناها في اول الحلقه. بس كده، ده كانت كل حاجه تخص مباراه الزمالك وكايزر تشيفز وفوز الزمالك 2-1. كنت معاكم انا خالد، يا رب انا والحلقه كنا نبقى خفاف عليكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساناش بقى بلايك شير وسبسكرايب، وقول لي تحت في الكومنتات تفتكر الزمالك السنه دي قادر يحقق كونفدراليه او يوصل دوري ابطال افريقيا السنه الجايه ولا لا. بس كده، رمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم، سلام.